السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. انا اليوم في انزكان. بما اننا جينا لمدينه انزكان غنمشيو غنكتشفوا الاسواق ديالها وغنبارطاجي معكم شنو فيها وباش معروفه، فبقاو معايا. وبالنسبه للناس اللي ما مشتركينش في القناه يتابوناو دابا وخليو واحد لايك وواحد كومونتير. اول حاجه غنديرها تقريبا ل 11 ونص الصباح هذه، غنمشي نقلب على شي بلاصه اللي غنفطر فيها، من بعد غنبارطاجي معكم الاجواء ديال انزكان ولا الاسواق ديال انزكان او باش معروفه مدينه انزكان. بالنسبه لانزكان راه هي هذه. انزكان تقريبا كتعمر 24 على 24، ديما عامره تلقى فيها بنادم في اي وقيته جيتي ليها. بالنسبه للطاكسيات دايرين على هذا الشكل هذا باللون الازرق. هذا واحد السوق كيتسمى بسوق ثلاث ديال انزكان، حتى هو غنبارطاجيوه معكم. غندخلوا ليه غير دابا، خاصنا نمشيو نقلبوا على شي بلاصه اللي غنفطروا فيها. وقفوني شي ناس من اعوان السلطه بقاو كيهضروا معايا تقريبا على شي امور اللي خاصها بالتصوير، راكم عارفين. بالنسبه تحياتي لهم من هنايا، الناس اللي ظريفين تعاملوا معايا بواحد الطريقه اللي زوينه، سولوني بعض الاسئله بحال هكايا. انتما سولوني بعض الاسئله بحال هكا تقريبا، زعما شنو كتصور، واش ياك ما تابع لشي جهه او لا شي صحيفه بحال هكايا. لحقاش كاينين شي امور اللي بالنسبه لي انايا ما خصنيش نصورها. داكشي علاش هضرت معاهم، عطيتهم لاشين ديالي الا كانوا يشوفوا لي هذا الفيديو هذا، فتحيه لكم من هنايا، لحقاش الناس اللي ظريفين وكيتعاملوا بواحد الطريقه اللي زوينه. اما بالنسبه لانزكان راه هي هذه. حتى بالنسبه لديك البلاصه اللي كنت فيها في الاول، مع واحد البلاصه اللي كنت غنصور فيها، بلاصه اللي حساسه شويه تقريبا، ما كاينين بعض المشاكل. هادشي علاش دابا باقيين كنقلبوا على شي بلاصه اللي نقدروا اننا نفطروا فيها. هنايا كاين املو وهنايا كاين العسل. بما اننا جينا لانزكان ضروري غندوقو املو والعسل، لحقاش سوس راه معروفه بالاملو والعسل. وبالنسبه لواحد القضيه اللي ما تقدروا ما تكونوش عارفينها، بالنسبه لي انا راه سوسي، انا صويري ماشي صويره من الاصل، وانما انا دزت في صويره، هو اصلي صويري غير ماشي من صويره بالضبط. انا دابا راه مكاينش في السونتر، داخل واحد الحي هنايا تقريبا في انزكان، حي اللي شي ماشي بعيد من السونتر وانما خارج من السونتر، لحقاش ديك البلاصه فيها بزاف ديال بنادم وفيها بزاف د المحلات، راكم عارفين. يعني ما غاديش تعرف شنو كتاكل، لحقاش ما كاين بنادم بزاف، بنادم غير كيدوز، ماشي بحال هاد البلاصه هادي، البلاصه اللي معروفه هنايا تقريبا كيجيو الناس ديال الحي هما اللي كيفطروا هنايا. داكشي علاش بنادم ما يقدرش يدير شي حاجه اللي. اما بالنسبه تما في انزكان تحت السواري اولا البلايص اللي معروفين، انا ديجا كليت فيهم، ما كتعجبنيش الماكله ديال تما، لحقاش البلاصه اللي تما الانسان كيجي كياكل كيزيد صافي، ما كيعاودش يرجع تما، ما كيبغوش يكسبوا الكليان، يعطيك شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. بالنسبه لذاك الفطور تقريبا بواحد 18 درهم. اما بالنسبه للاحياء ديال انزكان راه تقريبا دايرين باش الفهم. هذا اللبس السوسي اللي معروف هنا في المناطق ديال اكادير كاملين. بالنسبه للشوارع ديال انزكان او الازقه ديال انزكان تقريبا راه بهذا الشكل هذا كامل. تقريبا هادو راه الاحياء ساكنين فيهم الناس، غير هو انزكان تقريبا بحال قلتي كازا صغيره. اي بلاصه انتم شنو اي بلاصه مشيتي ليها تقدر تلقى فيها المحلات ديال البيع والشراء. انزكان في السونتر
كذلك حتى في المدينه او لا في الاحياء اللي ساكنين فيهم الناس كتلقى محلات ديال البيع والشراء كناس خدامين. اي بلاصه مشيتي لها في انزكان كتلقى الناس خدامين. هانتوما السوق هذه واحد الجداريه اللي معروفه هنا في انزكان. اما بالنسبه لهنايا راه السونتر تقريبا هنا كاين سوق ثلاث منه اولا من موراه مليه كاين سوق الحريه. انا داخل واحد البلاصه هنايا غير ما عارف سميتها بالضبط، وانما غير انزكان البلاصه اللي دخلت لها كتلقى فيها الناس خدامين كيبيعوا ويشريو. اي بلاصه دخلت لها تقريبا اي شارع اولا اي حي كتلقى الناس خدامين كيبيعوا ويشريو. هذا بالنسبه للانزكان راه بحال قلتي كازا صغيره تقريبا. حتى هنا كاينين كتكون الجمله، كاينين دوك الناس ديال الجمله اللي كيبيعوا بالجمله. كيجيو ناس ديال المدن وحدين اخرين كيتغداو هنايا. ثم دابا حنا داخلين للصحراء مول محل داخل واحد البلاصه هنايا تقريبا كيتباع فيها غير الذهب اولا النقره. بالنسبه للناس الا كان شي واحد عنده شي خصنا صحيحه يجي لهنايا. الانزكان هكا كتبان من الفوق تقريبا هنا ثاني. كاين دوك الكراسي ديال المساج تقريبا البلاصه اللي تقدر دير فيها مساج. اما بالنسبه للمول راه هو هذا. بالنسبه للمول تقريبا بحال قلتي مجموعين فيه محلات تجاريه، واحد البلاصه اللي مجموعين فيها اغلبيه المحلات التجاريه هنايا. بالنسبه للمول تقريبا داير على هذا الشكل هذا. اغلبيه الحوايج اللي تقدر تلقاهم هنا غير الملابس تقريبا، العطور. هنا كاين صحاب الفياطه كامل. هاد البلاصه هادي عاوتاني كاين دوك الكراسي ديال المساج. هنا كاين واحد البلاصه فين تقدر دير تصويره. بالنسبه لهاد البلاصه هادي اولا بحال هاد الاماكن هادو علاش ما كنبغيش انني نبقى نصور بزاف، ما بغيتش نجبد شي مشكل راسي، لحقاش بلايص بحال هادو كيكون ممنوع فيهم التصوير. حيت فاش دخلت سولت تقريبا الدراري اللي خدامين هنا في السيكوريتي قلت له واش ممكن نصور، قال لك ضروري خاصك تمشي للاداره هنايا باش تاخذ واحد البادجه عاد انه مسموح لك تصور. انا وسط السوق ثلاثة هنايا. وانزكان باش كتعجبك هو انه كاين واحد النوع ديال بنادم هنايا الا ما كنتيش نيت زعما نورمال يقدر يزرب عليك دغيا. واحد النوع ديال بنادم هنايا ما فهمتش زعما يدوخك ها بالهضره. دابا تلاقيت مع شي وحدين هنايا هذوك الناس مثلا دوك كيبيعوا بعض لي برودوي كيبقى عليك بالهضره، كيبقى الهضره حتى الاخر. هو كيدوخك بديك الهضره فهمتي، كيبقى سارحك بديك الهضره حتى الاخر يحشي لك القلب. وانت بلا ما تشعر بلا ما تحس غتصدق واحد عنده داك البرودوي اللي كان برودوي اللي ما صالح حتى شي حاجه. اما بالنسبه للسوق ثلاثة راه هو هذا اللي كتشوفوه. ما بغيتش ندور الكاميرا لحقاش عامر وما بغيتش نخلق شي مشكل لشي واحد اولا راسي حتى انا لحقاش تقدر تدور الكاميرا يقول لك شي واحد علاش كتصور. حيت هنايا بالنسبه كاين بعض الناس اللي محافظين شويه ما كيبغوكش تصور، هذا هو المشكل. ما بس اخرى السوق اللي كبير بزاف وكاينه المنافسه حتى بالنسبه للاثمنه ديال المواد اولا ديال الملابس اولا اي حاجه كتباع هنايا كتلقاها ناقصه شويه على بلايص وحدين اخرين. تصور على الماكينه واش هذا لا هذاك هو
بالنسبه للصوص راكم عارفين الحاجه باش معروفه، راه معروفه بالزيت ارغان، الزيت ولا باملو العسل تقريبا نديرو. شحال كيويه؟ كيويه وراه ما يمكنش الا غير باك الكريمتي ديك بالهاريه. واش ما يشريش هو؟ والله لا شري عندي. هو هو دابا باش غيدير. ايه هو دابا كاين التطيح اللي كيعطيهم. ايه كيما شفتوا 2 دراهم كيويه، كان كيوي وكان اناناس. كيبيعوا العسل بحال هكا تقريبا، كيبيعوا امل اللوز كاوكاو كذلك. انتم تشوفوا الا كان لكم العسل هنا تقريبا، هنا كاين اتاي، هنا كاين بعض الاعشاب الزيوت هادو ديال الشهر ديال التساقط. هادو واخا نصورك ماشي مشكل نورمال، خذ راحتك. بالنسبه لهادو قلتي الزيوت ديال الشهر تاع التساقط هادو. ديال التساقط. وبالنسبه للمعرة كاين هاد الخلطه هادي، هي ديال الفوائد ديال التساقط ديالها، الفوائد اللي فيها كاينه هادي كيراتين، كاينه ديال زياده الوزن للنساء، كاينه ديال السيفون والجمال وداكشي. فهمتي؟ زيت اركان، زيت الخروع، حبه السوداء، اللوز. فوائد ديال السمسم، الجنزلان، زريعه البصله، كاين اللقاح، كاين اي حاجه الله يحفظك. بالنسبه لهادو بحال قلتي لي برودوي ديال التجميل، الزيوت ديال الزيوت، التجميل، ها الماكينه لا ماشين، كاين لا ماشين باش كيطحنوا الزيوت. هادو البقايا ديال الزيوت، البقايا ديال الزيوت ديال الزيت اركان. بغيتي كاع ندير شي حاجه قدامك، شي لا لا صافي ماشي مشكل. وبالنسبه لهنا كاينين عاملو ديال اللوز، كذلك كاين العسل. وبالنسبه للزيوت عاوتاني راه هما هادو. المهم نتوما راه المحل هو هذا. مرحبا باي واحد جميع. بالنسبه للبلاصه فين كاين هنا سوق 3 باب 4. بالنسبه للباب راه هو هذا. بالنسبه للمحل راه هو هذا تقريبا. ايوا هذا باب 4 حتى المهم ما كاينش. يلاه الله يهديك اخويا. الله يعزك. هانيه يلا ما كاين حتى هو. شوف مع السيد اللي بغى ياكل. راه يتصور كتصور صافي. تسكرت اللايف ولا؟ لا الفيديو عادي. فيديو عادي ماشي. كتحاول كدير اللايف؟ لا لا ماشي لايف. كليان صافي. بالنسبه للمحل راكم شفتوا محل اللي تقريبا كيبيعوا دوك الزيوت ديال التجميل، وكذلك كيبيعوا برودويات بحال هكا ديال النساء، والزيت ارغان، املو، سوس باش معروف. وتقريبا حنا خارجين في الباب 4 اللي قال لكم السيد، راه هو هذا خارجين اون فاس مع المحطه. بالنسبه لهاد البلاصه هذه معروفه بستريت فود اولا الماكله. بالنسبه لهادو كيتسموا بالقواس اولا السواري. كذلك من هنايا من الفوق كاين واحد البلاصه كطلع منها هنايا. بالنسبه للناس اللي كيتقداو بالجمله من الفوق، كاينين صحاب الجمله اللي كيبيعوا بالجمله، كيديروا الجمله. وهادشي اللي كاين دابا. غنمشيو لواحد البلاصه. بالنسبه للستريت فود راه هو هذا. بالنسبه لهاد الشارع هذا معروف بالستريت فود، معروفه بالماكله. بالنسبه لاغلبيه المحلات اللي كاينين هنا كيديروا الماكله. حنا غنمشيو لواحد البلاصه كاينه في الدوره ليه، كاين حدا باب سوق 3 تما فين غنمشيو. كيديروا بانوا لي قبيله ما عرفتش كيشويو تما. غنمشيو نشوفوا شنو كاين تما. انا في واحد البلاصه هنايا اللي معروفه بالستريت فود. تقريبا كاينين صحاب الصوصيص، صحاب الدجاج اللي كيشويو الدجاج. بزاف ديال الناس كاينين هنايا. وبالنسبه للبلاصه راه كاين اون فاس مع سوق 3 باركين. كاين عاوتاني داك فندق مارجان، فندق القدس اون فاس معاهم. بالنسبه للبلاصه راه هي هذه. السيد عنده راه هو ماشي. بالنسبه للباركينغ راه هو هذا. السوق 3 كاين من هذا خدامين هنا بالفخر. كيشوفوا كاينه الكبده، الطيحه، كاين صوصيص، كاين الدجاج ولكن ماشي الدجاج، كاين كاركاس ديال الدجاج. دابا البلاصه اللي جيت لها انايا فاش سولتو قال لي كاين كاركاس ديال الدجاج. بغينا نشوفوا هذا الكاركاس ديال الدجاج لاول مره غنشوفو، ماشي اول مره، لاول مره غناكلوه. بالنسبه للبلاصه معروفه هنا معروفه غير بلاصه اللي شعبيه. كيجيو اغلبيه الناس اللي كيجيو هنا الناس شعبويين تقريبا. خديت هذا تقريبا، هذا كاركاس ديال الدجاج هانتوما.
مع الفريت ديالو تقريبا ب20 درهم. دابا الكركاس راه هو هذا يبان لكم بلي هذا راه غير كركاس، ما فيهش داك اللحم بزاف، لحقاش محيدين من داك اللحم كيتصايب فيه لادان دولا. هما كيجيبوا هذا الكركاس هذا كيتقداو الكركاس باقي فيه واحد شويه د اللحم كيشوه هنايا وكيبيعوه. هانتوما هذا اخر هنايا الماكلة ب20 درهم، ولا بحال الطبق هذا ب20 درهم. شو هو واحد المش في شكال شو بدير يلا كيحضر كازمي يلا لا كيحضر هاد البلاصه هادي كما قلت لكم معروفه بستريت فود، كذلك على برا هنايا كاينين هنا لي زافريكان تقريبا خدامين هنا في كيبيعوا دوك لي زاكسيسوار. بالنسبه لهاد البلاصه هادي كيما شفتوا داك الطبق تقريبا تقام عليه ب20 درهم، بالفريت ديالو بلا فريت تقريبا كيتقام بواحد 17 درهم. كذلك كاين صحاب الصوصيط، اللحم بخار، الراس مبخر، المهم بلاصه معروفه بستريت فود. بالنسبه للسوق 3 راه هو هذا الباب ديالو. هنايا كاين مرجان، هاد البلاصه عاوتاني فيها سوق الحريه اللي هو واحد السوق اللي كبير هنا في انزكان او معروف. بالنسبه لهاد السوق هذا اغلبيه الناس اللي كيجيو ليه ولا دوك الدراري اللي كيديروا الاي كوميرس كيجيو لهاد البلاصه هذه، لحقاش بلاصه اللي كيبيعوا فيها بالجمله وكيجيو كيتقداو هنايا. السوق هكا داير من الداخل. هنا دوك الملابس المستعمله. هنا كاينين صحاب الجمله تاني في هاد السوق هذا، كاينين الناس اللي كيبيعوا الجمله. السوق هذا السوق اللي كبير وما غاديش تسالي دغيا. بالنسبه للاسواق هنا ديال انزكان اولا الاسواق اللي كاينين هنا في انزكان كاملين اسواق اللي كبار، لحقاش مدينه اللي معروفه بالبيع والشراء. كتبقى الدور عادي كتلقى الكيشي وسط السوق. هانتوما الكيشي وسط السوق بالنسبه للناس اللي باغيين يتقداو ولا شي حاجه كيجيو لتما كذلك العشاب، العطور، اي حاجه كاينه هنايا.
بالنسبه لهذا واحد المحل معروف بالاسم تقريبا، كاين هنا في سوق البريه. فهمتوا؟ المحل يجوز معهم هذا الديوان هذا حبوب اللقاح. لا ولا شي حاجه عادي فين كيفاش بالنسبه لهذا المحل هذا اغلبيه لي برودوي اللي فيه تقريبا هي العسل او لي كوسميتيك. سميتو هنا كاين داك الزنين هذا باش كيصايبوا ارغان تقريبا، هذا كيطحنوه كيتصايب منه ارغان. بالنسبه للمحل راه بالنسبه لهنا كاين دوك لي برودوي ديال المواد التجميل عاوتاني. هنا كاين الزيت اورغان، هنا كاين العسل حبوب اللقاح. هنا العسل تقريبا جميع الانواع العسل لا تلقاهم هنايا، عسل الترموس، عسل الخروف. يلا كيحضر بوما سامحها الله يحفظك. يلا الله يهديك. يلا الله يهديك اخويا، اسمح لي الله يهديك الله يهديك. ما حد داركم لا؟ كيف تعطوه الناس كيف تقلع؟ الناس ديال هاد المحل فهمتوني؟ هنايا كيصايبوا داك الامل ديالهم طريقه باش كيخدموا هنايا. بالنسبه لهنايا هاد البلاصه هادي كيتقلى فيها اللوز، ومن بعد كيدوز هاد المراحل هادو كيطحن هنايا. بالنسبه لهاد الناس هادو ديال ايدو سمنه، لحقاش محل حاطين فيه سميتو ديال ايدو سمنه للناس اللي زعما منطقه اللي معروفه بهاد المنتوجات هادو ديال العسل، زيت ارغان، املو. بالنسبه لهاد الناس هادو ولا بحال هاد الدراري هادو هما اللي كيحفزوك باش انك تبقى مستمر في هاد الشيء، اولا تبقى تزيد لقدام، اولا تبقى تجتهد باش انك دير شي حاجه. لحقاش كاينين بعض الناس اللي ما كيتقبلوش هاد الفكره ديال انك تهز كاميرا وتبقى تصور بحال هكا، اولا يشوفك غير هاز كاميرا كتلقى معاه مشكل. وكاين الناس اللي كيتقبلوا هاد الفكره هذه، فهو كيعرض عليك انك تجي تصور ولا فاش كطلب عنده منه كتلقى انسان اللي متقبل هاد الفكره هذه وكيخليك انك تصور عادي ما عندوش مشكل. وكاين الناس وحدين اخرين اللي زعما كيشوف هاز الكاميرا وكيبقى يشوف فيك بحال ما عرفت، بحال اللي كدير شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. فين مازال تلقى بحال هاد سميتو هذا، بحال هاد الحوايج هادو اللي تقريبا من داطري ما بقاوش، مع داك حاطين تما ديك القله دايرين فيها الماء، وكذلك داك الكاس ديال الطين وفيه ديك ريحه، فيه ريحه القطران، والماء بارد في بعض البلاصه اللي شارع بحال هكا اي واحد جاي يقدر يشرب تما. داك الماء فيه واحد الريحه اللي زوينه. فكنظن بلي هادشي اللي كاين في الفيديو الدراري. فإلا عجبكم ما تنساوش ديروا واحد اللايك وواحد كومونتير، وبالنسبه للناس اللي ما مابونينش في لاشين يتابوناو عندي، وخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق.